أزولنون شنو هما الإيجابيات ديال حرف تيفيناغ، الحروف الأمازيغية. الحروف ديال تيفيناغ عندها 5 ديال الإيجابيات. الإيجابية الأولى هو أنه ممكن تكتب من اليمين لليسر أو من اليسر لليمين، لذلك كتبان لكم كلمة تيرا هنايا حتى ولو أنني كنصورها في الكاميرا، في حين في اللغة الفرنسية واللغة العربية كتبان لكم مقلوبة. لذلك كيضطروا أنه في بعض وسائل النقل بحال في لي زامبيلونس سيارات الإسعاف كيكتبوا سيارات الإسعاف أو لامبيلونس مقلوبة باش تبان في المراية ديال السائق اللي تابع هذيك لامبيلونس. الايجابيات الثانيه هي ان الحروف ديال تيفيناغ ممكن تكتب من الفوق للتحت او للتحت للفوق، ممكن تكتب بشكل عمودي، في حين ان الحروف العربيه ما كتكتبش بشكل عمودي، لذلك ما كيستعملوهاش في المحلات التجاريه وفي الاشارات الاشهاريه في المحلات في الشوارع، في حين ان الحروف ديال تيفيناغ ممكن تستعمل، الحروف اللاتينيه ممكن تستعمل ايضا، عندها هذه الايجابيه. الايجابيه الثالثه هو ان الحروف ديال تيفيناغ ما كيتغيرش الشكل ديالها حسب موقعها في الكلمه. التاء هي نفسها التاء في وسط بدايه الكلمه، في وسط الكلمه، في نهايه الكلمه. حرف التاء في اللغه العربيه مثلا عنده شكل في وسط الكلمه، عنده شكل اخر في نهايه الكلمه. حرف العين عندها شكل في بدايه الكلمه، عندها شكل في وسط الكلمه، وعندها شكل اخر في نهايه الكلمه. ما كيشكل واحد العبء بالنسبه للمتعلمين. الحروف ديال تيفيناغ ساهل باش يتعلمها الطفل نظرا لان الشكل ديالها ما كيتغيرش حسب الموقع ديالها داخل الكلمه. الايجابيه الرابعه هو ان الحروف ديال تيفيناغ ما كتحتاج حتى شي رموز اضافيه. في اللغه العربيه كنحتاجوا للحركات والنقاط، في اللغه اللاتينيه كنحتاجوا لي زاكسون والنقاط، ولكن بالنسبه للحروف ديال الامازيغيه ما كنحتاجوا حتى شي حروف اضافيه باستثناء واحد الرمز كيدل على التدوير بحال داك اللي كنزيدوا على كو مثلا. الخاصيه الخامسه هو ان الحروف ديال تيفيناغ ماشي مرئويه، ما فيهاش التناظر المرئوي. التناظر المرئوي هو اللي كنلقاوه في الحروف اللاتينيه، بحال مثلا باء هي صوره مرئويه لكو، وبي هي صوره مرئويه للدي. لذلك الاطفال اللي عندهم الديسلكسيا ما كيقدروش يتعلموا الحروف اللاتينيه بسهوله. الحروف الامازيغيه ما فيهمش هذا المشكل. اجتماع هاد الخمسه ديال الخصائص هو اللي كنسميوه تقنيا بالفانكشنال اوبتيماليتي. فانكشنال اوبتيماليتي هو ملي كتجتمع هاد الخصوص، هاد الايجابيات الخمسه في واحد النظام كتابي. والنظام الكتابي الامازيغي هو النظام الكتابي الوحيد في العالم كله اللي كيجمع هاد الخصائص وهاد الايجابيات الخمسه. تيفيناغ معجزه من قلب الصحراء. تنمرتنون.